السلام عليكم، مرحبا بكم في جليسة بودكاست. اللي كنتي اول مره غادي تدخل معنا لاشين خلي ابوني. الا كنتي من الناس القدام لايك كومونتير زوين بحالك. يلا نبداو الجليسه ديالنا. مصطفى محمود كيقول اننا خاص نمشيو بمبدا نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره، وباش تقدر دير هادشي خاصك تعلم تأدب نفسك وتروضها على الحوايج اللي صالحه ليها وتعرفها ما هو صح وما هو غلط. حنا طول هاد السنين عارفين اللي في الصالح ديالنا واللي العكس، ولكن مخليين نفسنا انها تغلب علينا. الشيء اللي خلانا نتخذوا شي قرارات كنا كنأديو بها راسنا وكنرجعوا وكنلوموا نفسنا ونقولوا علاش يا سيدي ربي طرالي هاد الشيء، مع العلم اننا حنا المسؤولين على اي حاجه وقعت لينا. هنا ربي سبحانه وتعالى عطانا العقل وعطانا القرآن والسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيهم كل شيء وهما مرجعنا كمسلمين. وبعيدا على الإسلام والدين، في الأول والآخر احنا بشر، ربي ميزنا عن الحيوانات بالعقل. عندنا العاطفة ولكن ما كناش كنستخدموها في البلاصة الصح، وكنا سامحين لنفسنا تسوقنا كيما بغات ومعاونة هي والعاطفة علينا. فاش كدوز من تجارب اللي هي فاشلة بزاف ومؤذية كتعلم منها وكتوعى بقضية أنني باش نولي مزيان خاصني نأدب ونروض النفس ديالي وما نخليهاش تحكم فيا كيما بغات. انا اللي كنتحكم هنا ونقرر، وانا اللي كنسوق هاد السفينه بالعقل. الا خليت العقل والنفس يسوقوا بجوج اولا النفس والعاطفه فالمصير غيكون هو غادي نغرقوا. وانا كنتفكر القصه ديال طالوت قائد الجيوش فاش قال للجنود ديالو اثناء الزحف ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. هنا طالوت ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس، يعني قال لهم حتى لو عطشتم ما تشربوش منه، صبروا. وشحال من واحد فينا كيعاني من هاد القضيه انه ما كيعرفش يضبط نفسه. شحال من مره رديت البال لراسي انني ما كنعرفش نتحكم في قراراتي ولا نلتزم بها، وهذه اكثر حاجه كنخدم عليها في راسي. بما اننا في البدايه ديال العام جديد فاكثر حاجه ولا اكبر هدف خاصك تحطه قدامك وهي انك تعلم تروض النفس ديالك وما تخليهاش تتحكم فيك. تعلم انك فيما تبغي نفسك تقولك دير شي حاجه وانت عارفها غلط تعرف كيفاش تضبطها وتتحكم في راسك. كيما ديما خليو لي كومونتير زوين لتحت وديروا لايك وبارطاجيوه بلاشين. See you next جليسه ان شاء الله.